السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة، امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبوباتي، اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة. كما راك تشوفوا اليوم جيتكم فيديو طبق الفاصوليا اللي هي اللوبيا البيضاء مع الشتاء والبرد. هذا ما راح يوالم غير طنجره تاع مروغي، الله الله الواحد يدفي بها مصيرناتو. حبوباتي، واش نقول لكم؟ ديروها على هذه الطريقه، رايحه تعجبكم بزاف بزاف بزاف. كما تعرفون انا درت لكم زوج طرق تاع اللوبيا البيضاء، وهذه طريقه مختلفه تماما على الطرق اللي درت لكم من قبل. جربوها ان شاء الله رايحه تعجبكم. واش نبقى لي نقول لكم؟ خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. حبوباتي، هنا حبيباتي انا ديت هنايا الكوكوطه، حطيتها فوق النار، نار متوسطه، وضفت لها شويه تاع الزيت. البنات هنايا تشوفوا تحبوا ديروها كما درتها انايا باللحم، تحبوا ديروها بدون لحم، كما نقولوا كل وحده والمقدور تاعها. انايا اللحم هنايا ماشي شريته على جال باش ندير لوبيا به ولا نو. اللحم انا كان عندي في الثلاجه، كنت درتها في كونجيلاتور، كان عندي مقبل، جبتها ديكونجليتها ودرت بها اللوبيا تاعي. قلت نحلي بها اللوبيا وعلى لان علاش لا. كما راك تشوفوا هنايا البنات، انايا قليت هنا اللحم تاعي مليح فوالا. ومغزت جبت هنايا حبه تاع بصل، حبه تكون كبيره فوالا، تكون كبيره. انا ربيتها هنايا في الروبو، ربيتها مليح رقيق. ورايحين هنا البنات نقليوها مليح البصل هذاك مع هذاك اللحم. هنا كذلك البنات عندي هنايا حوالي 5 ولا 6 سنينات تاع الثوم، كيف رحيتهم في كيما تشوفوا في السكرفج هذايا رقيق. هنا البنات راح نقليو مليح هذا البصل تاعنا مع الثوم مع الدجاج هذاك، حتى هذاك البصل يعطينا اللون الذهبي هذاك، يتقلى مليح باش تجيني اللوبيا تاعي تجيني بنينه. قد ما تقليو الوصفه تاعكم اللي ديروها، قد ما تقليوها مليح قد ما راح تجيكم البنه في الطياب تاعكم. هنا ضفت ثاني كذلك الملح. انا الملح ندير البنات بيديا، انا ما نديرش بالمغرفه، يدي هي ميزاني. ملي كنت صغيره تعلمت ندير الملح بيديا كيما ربي يحفظها، تعلمت عليها الطياب عليها كيما دارت هي، كيما تعرفي انا تاني كيف تعلمت ندير على وصفاتها. راحت لي الهضره. هنا البنات توابل، درت فلفل الكحل، درت عكري، درت كمون، ودرت كذلك راس الحانوت. هذا واش درت غير هذوما 4 توابل فقط، هذا ما كان. هنا نزيدو نقليوهم تاني مليح تاني مع البصل واللحم تاعي. هنا شنو نديرو؟ هنا نزيدو طماطم مصبره. طماطم مصبره راح ندير ملعقه كبيره، راح نزيد نقليها مليح مليح تاني مع التوابل والبصل هذوك. هنايا طماطيش تاع الفاطا قد ما تقليوها مليح البنات راح تعطيكم مذاق يعني سبيسيال للوصفه تاعكم، تعطيكم مذاق وتعطيكم كما نقولوا حنايا كي تقليوها مليح راح تنحي لكم هذيك الحموضه اللي في الطماطيش، ومامتو تعطيكم بنه تاني اللوبيا ديالكم. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي انايا قليت مليح اللوبيا ديالي. هنا راح نجيب الماء السخون، الماء يكون سخون مليح مليح، رايحه نمرق به. هنا كذلك كما راكم تشوفوا البنات، هنايا حوالي ملعقه هكا، نصف ملعقه كبيره تاع قزبر حبه. انايا رحيته في المهراز، دقيته في المهراز وزيد ضفته مع باقي التوابل. القزبر هنايا البنات راح يعطينا بنه كذلك اللوبيا تاعنا، اللوبيا تحب القزبر. هنا البنات كما شفتوا كما قلت لكم جبت الماء سخون. علاش درت الماء سخون؟ لخاطر انا قليت هنايا اللحم، اللوبيا تاعي فيها اللحم. كي قليته مادام قليته كامل ما يلزمش نرمو عليه الماء بارد، راح يتقرسل معنا وما راح يطيب. بالماء سخون راح يطيب معنا رابيد، تلقاو اللحم تاعكم طاب. هنا البنات مرقوا مليح مليح القدره تاعكم. علاش؟ باش ما تزيدوش ديروا يخصكم الماء تنشف لكم، وزيد ديروا الماء من بعد راح اللوبيا تاعكم تجيكم صامته، راح تروح لها كامل هذيك البنه. هنا انا مرقت مليح، مرقت كاع واش يلزم واش نسحق. وهنا اللوبيا تاعي كنت انا غليتها من قبل، غليتها حوالي ربع ساعه، ماشي طابت ولا ما طابتش كامل. علاش غليتها حوالي ربع ساعه؟ باش نحيت لها كامل هذوك شتي الرغوه اللي تجي في اللوبيا كامل هذوك كاع لي غاز هكذا، باش نحيت لي غاز هذوك اللي فيها فوالا. هنا مرقت مليح، دوك انا نخليها طيب على نار قليله. علاش؟ باش تجمر لي بالعقل وما بدا طيبو كامل، تكون شربت لي المرقه، تقعد لي لاصوص، تقعد
لاصوص كيما نحتاجها وكامل بلا ما نزيد لها الماء. من بعد هنا غلقت على الكوكوط تاعي ودرت الصفاره ونخليها طيب. انا هنا درتها قلت لكم على نار قليله قليله مهيله مليح فوالا باش تتجمر بالعقل وما تشربيش الماء تاعها باش ما نزيد لهاش. كيما راك تشوفوا هنا حوالي ساعه غير ربع فوالا 45 دقيقه هكذاك حليت عليها. شوفوا هايك المرقه مازالها هي شربت مي قعدت لي يعني ما شاء الله فيها مريقه هنا بلا ما نزيد لها كامل. شوفوا لاصوص تاعها راهي تبان عاقده ما شاء الله. شوفوا اللحم طاب اللوبيا طابوا في نفس الوقت. فوالا شوفوا ما شاء الله جربوها البنات على هذه الطريقه وراح تعجبكم بزاف. واش نقول لكم اللي لحقت معايا لهنا نقولها اللي مش مشتركه في القناه نقولها اشتركي في القناه وفعلي زر جرس التنبيه الجرس الاسود ماشي هذاك ترانسبارون الاسود هكذا باش يلحقوك كامل اشعارات تاع الفيديوهات ان شاء الله اللي نحطهم. فوالا وش نقول لكم البنات ما تنساونيش في الجيم ديروا لي بصمات هذاك الجيم هو اللي راح يخلي الفيديو يطلع. يعني نشوف بلي المشاهده راهي اكثر من البصمات. تشاهدوا وما تحطوش البصمات هما اللي حينطلعوا الفيديو ويطلعوا القناه. ونشكر جميع اللي راهي دعمتني وراهي واقفه معايا وتشاهد لي فيديوهاتي وكامل يحطوا بصمات. نشكركم بزاف على التعاليق الجميله والكلام الطيب. يعني ما شاء الله يعني عندي متتبعات يعني ما شاء الله الحمد لله. يعني ما كاش تعاليق سلبيه كلها تعاليق ايجابيه. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم حبيباتي في ميزان حسناتكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش طاحت معنا كيفاش خرجت لنا اللوبيا ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه في فيديو اخر ووصفه جديده باذن الله.